يعطيكم العافية. اليوم رح نحضر معكم أشهى زنجر على طريقة المحلات وبطريقة كتير سهلة. طبعا في البداية رح أضيف كوب حليب سائل، ربع كوب مي، ورح أضيف بيضة، وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة كاري، وملعقة صغيرة بابريكا، وملعقة صغيرة ثوم بودرة، وملعقة صغيرة زنجبيل، ونصف ملعقة صغيرة من هيل المطحون. طبعا رح أضيف عصير حبة ليمون، وملعقتين صغار ملح. راح أخلط المكونات مع بعضها البعض بالمضرب اليدوي. تقريبا بعد ما خلطت التتبيلة راح أضيف كوب طحين، وراح أضيف ملعقتين كبار نشا، وراح أحرك التتبيلة كتير منيح مع الطحين. وهون بتقدروا تضيفوا ملعقتين كبار من لبن الزبادي إذا كان متوفر. وأنا استخدمت 5 صدور دجاج، انتو حسب حسب ايش موجود عندكم فيكم تستخدموا. طبعا رح اغلف قطع الدجاج واتركه ليلة كاملة بالتتبيلة. وهون رح اعمل خلطة التغليف. رح اضع كوبين من الطحين، نص كوب نشا، ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، وملعقة صغيرة كاري، وملعقة صغيرة بابريكا، وملعقة صغيرة زنجبيل، ونصف ملعقة صغيرة كركم. وهون رح احرك خلطة التغليف كتير منيح. بعد ما تركت صدور الدجاج منقوعة في التتبيلة ليلة كاملة، رح أضع قطع الدجاج المتبل في خلطة التغليف. وبعد هاي الخطوة رح أقلي قطع الدجاج بالزيت، وأهم إشي طبعا إنه الزيت يكون محمى مسبقا. ولازم وإحنا بنقلي الزنجر تكون عندي النار هادية. وزي ما انتو شايفين لما يصير الزنجر لونه ذهبي مثل هيك رح نرفعه عن الزيت. وأنا استخدمت خبز التورتيلا، رح أدهنه بالمايونيز، ورح أضع قطع الخس، ورح أضع قطع الزنجر المقلي، وبعديها رح أضع الكاتشب، ورح ألف السندويشة بهذا الشكل. ورح أضل أعمل طبعا حتى نفاذ الكمية. وراح أضع السندويشة في الشواية حتى يتحمروا من الجهتين. وهيك بتكون خلصت وصفتنا. بتمنى إنها تنال إعجابكم، وألف صحة وهنا.